أهلا بيكم النهاردة وكل عام وحضراتكم بخير، والفيديو اللي وعدتكم بيه وهو إزاي تنظمي يومك في شهر رمضان. إزاي تنظمي يومك بشكل عملي ودقيق، وإزاي يومك ده ما يضيعش، وإزاي تستفيدي من كل لحظة في هذا الشهر المبارك. إزاي تقربي أكتر وتزودي طاعاتك وحسناتك، ويا رب يكون إن شاء الله رمضان ده أكثر بركة وأكثر قرب من الله عز وجل وأكثر طاعة مننا جميعا لله عز وجل. أكيد، أكيد يعني كلّنا بنطمح لهذا الأمر، كلّنا بنتمنى إن اللي ختم السنة اللي فاتت ختمة واحدة قرآن، بيتمنى إن هو يختم السنة دي مرتين أو 3. اللي كان بيصلّي تراويح وبيقطّع فيها أكيد بيتمنى السنة دي إن هو يحاول يجتهد أكتر وأكتر، ياخد من الطاعات أكتر ويستزيد أكتر وأكتر. علشان كده إن شاء الله أنا عايزة أساعدكم في عمل خطة شهر رمضان المبارك من خلال ورشة عمل بادعوكم ليها، وهي هيبقى بشكل مدفوع ولكن هي بشكل رمزي خالص. الورشة دي هنتعلم فيها إزاي نحافظ فيها على مجموعة ما شاء الله من العبادات، وبشكل فيه من المرونة اللي يسمح لِك إنِّك تقدري تعمليها وما تحسيش بثقل فيها ولا تحسي بتعب فيها ولا إرهاق، وكمان إزاي تهتمي فيها بنفسِك وبصحتِك أثناء الصيام، وإزاي تنظّمي يومِك وتنظّمي دنيتِك وتنظّمي بيتِك، وإزاي هتهتمي بأولادِك. mix كبير كده عملته لكم إن شاء الله هيساعدكم، شغّالة عليه بقى لي مدة، وإن شاء الله هيساعدكم جدًا، وأنا مجرّبة حاجات كتيرة جدًا فيه من رمضانات فاتت، يعني إن شاء الله هي خطة موثوقة. تعالوا بينا نتعلّم مع بعض ونشوف مع بعض هي عبارة عن إيه جدولنا ده، وهيبقى خطتنا ويومنا هيمشي إزاي. الخطة إن شاء الله تكون مناسبة، أنا شايفة إن الخطة دي بتاعتنا هتكون مناسبة لأي زوجة أو أي سواء عاملة أو ربة منزل، وكمان خطة خاصة كمان للبنوتات اللي هم في مرحلة جامعية أو في حتى في مرحلة دراسية قبل الجامعة، وبيذاكروا وبيروحوا مثلًا مدارسهم أو هناخد مع بعض وهنشوف إحنا ممكن نمشي إزاي. بدايةً أنا عايزة أرتبط بمجموعة من العبادات. أنا لو هاتكلم على رمضان، يبقى أنا هاتكلم على مجموعة من العبادات أنا عايزة أعملها، أهمها طبعًا وأولها العبادات، وهاقسمها لكم دلوقتي وهنشوف مع بعض إيه هي في العبادات، وتاني حاجة الاهتمام بنفسنا وبصحتنا النفسية، وتالت حاجة الروتين اليومي اللي هنعمله سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل أو كانت طالبة. هنتكلم على أول حاجة في العبادات الصلاة. الصلاة بدايةً الصلاة على أول وقتها، الصلاة باستحضار القلب. ومش بس كده، عايزين يعني نأكد أكتر كمان على كمان السُنَن، عايزين نصلّي ال12 ركعة سُنّة. كل حاجة في الحاجات دي أنا هاتكلّم على فايدتها يا جماعة خلال الورشة. الورشة دي هتبقى على جروب التليجرام. طيب وإيه كمان؟ صلاة التراويح، عايزين نركّز على صلاة التراويح إن إحنا إن شاء الله ما تفوتناش. وبعد صلاة التراويح عندنا برضه من الحاجات اللي هنهتم بيها في الصلوات ركعتين على الأقل تهجُّد، وصلاة الوتر. وكمان صلاة الضحى. دي مجموعة الصلوات اللي إحنا عايزين نهتم بيها، وبالإضافة لكده طبعًا مش عايزين ننسى صلاة الفجر. من أهم الحاجات ومن أهم العبادات اللي إحنا عايزين نركّز عليها، اللي مش ما كانش متابع كويس، اللي كان بيقطّع فيها، رمضان فرصة حلوة جدًا، جدًا إن أنت تتابع عليها أو إن أنتِ تتابعي عليها، وإنِّك فعلًا تبدئي تتعوّدي تلتزمي بيها. أنتِ مش لوحدِك، إحنا يعني ميزة رمضان إن هو فيه عباداته إن كل الناس بتشترك في العبادات في وقت واحد بكميات كبيرة، فبتلاقي اللي بيشجّعِك. وبالتالي أنتِ بتبدئي تعتادي على هذا الأمر، وبتحسي إن هو بقى خلاص حياة جواكِ أنتِ خلاص التزمتِ بيها واتعودتِ عليها كمان. تاني حاجة هنتكلم عنها أو داخلة جوّه ورشتنا هي الذكر. والذكر أنا يعني اخترت مجموعة من الذكر اللي هنقولها مع بعض زي 300 مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 300 مرة قول لا إله إلا الله، كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، فإن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. وكمان 300 مرة برضه لا حول ولا قوة إلا بالله، و300 مرة استغفار. وطبعًا يا جماعة اللي عايز يزوّد عن كده يزوّد، لكن ده البيزك الأساسي اللي إحنا هنمشي عليه. وكمان طبعًا مش هننسى من ضمن الذكر أذكار الصباح وأذكار المساء.
في ناس بيقولوا أذكار الصباح بس وينسوا أذكار المساء، ودي الهدف من وجود ورشة إن إحنا كروح جماعية مع بعض إن إحنا لأ، ده إحنا بنفكّر بعض وبنذكّر بعض وبندخل وبنعمل وهنتكلّم على فوايد الحاجات دي كلّها وهنتعاون مع بعض بشكل كبير جدًا. بعد كده هندخل على فقرة القرآن. طيب اللي حابة تختم جزء أو إنها شايفة إن هي وقتها مش يسمح الجزء واحد، لأ أنا يعني بإذن الله وبفضل الله أنا عاملة الخطة بتاعتنا إنها ممكن تسمح إن أنتِ تجيبي ختمتين 2 في شهر رمضان المبارك، وممكن كمان لو حابة أكتر من كده هاعرّفِك الطريقة، لكن جدولنا هيبقى فيه جزئين ختمة جزئين قرآن. كمان عايزين نعمل جلسة ذكر بعد صلاة الفجر. طيب كمان هنعمل سماع دروس دينية عن طريق سلسلة دروس دينية هنسمعها بشكل يومي. كمان هنعمل حاجة اسمها آية لمست قلبي. الآية دي وأنتِ بتقرأي وردِك أنتِ هتطلّعي 5 آيات كل يوم، كإنه ده الhomework بتاعِك، وأنتِ قاعدة بتقرأي الورد وجنبِك كشكولِك. كل ما آية بتلمس قلبِك بتكتبي لي في الكشكول رقم الآية دي اللي لمست قلبِك، وهي في سورة إيه. تمام كده؟ لغاية كده حلو. بعد ما بتخلّصي وردِك بتروحي تدوّري على جوجل حتى، بتكتبي رقم الآية وتبحثي عنها وتعرفي معناها، عشان قلبِك يبدأ يتعلق أكتر وأكتر بالقرآن. طيب بعد كده بعد ما خلّصنا فقرات القرآن كمان عندنا بالنسبة للاهتمام بنفسِك أنا محتاجة إن أنتِ تهتمي بحاجتين عندِك، هتهتمي بجسمِك عن طريق مجموعة من ال يعني 3 خطوات هنعملهم، وهتهتمي بثقافتِك وصحتِك النفسية. تعالي نشوف موضوع جسمِك الأول. بدايةً بالنسبة لجسمِك طبعًا أنا محتاجة منِّك إنِّك تاخدي فيتاميناتِك. اللي بتاخد فيتامينات ما تنساهاش. وقت وهي مثلًا بعد الفطار بعد فطارِك في وقت المغرب وفطرتِ وخلاص خدي فيتاميناتِك. وقت السحور خدي أدويتِك، خدي فيتاميناتِك، يعني اهتمي بنفسِك ما تنسيش نفسِك أثناء الصيام. كمان من وقت المغرب للفجر ما تنسيش إنِّك تشربي مَيّة بكميات كبيرة. كمان ممارسة رياضة ولو 10 دقايق كل يوم، ودي أنا هاساعدِك فيها بمجموعة من التمارين الرياضية اللي هابعتها لكم على جروب التليجرام بإذن الله. كمان بعد كده هتنقل لثقافتِك وصحتِك النفسية. من ثقافتِك إحنا قُلنا هنعمل موضوع التعلُّم علم نافع. هنتعلّم علم نافع عن طريق إن إحنا يا إمّا تتعلّمي حاجة في العلوم الشرعية أو تتعلّمي حاجة في القرآن. عايزة تتدبّري في سورة معيّنة، تتعلّمي تجويد، تتعلّمي تفسير السورة دي، ده علم نافع ويُنتفع به هو كمان. إنِّك تبلّغي عنِّك أهلِك وتعرّفي ولادِك وإخواتِك وأصحابِك، والله تعرفي إن سورة كذا بتحكي عن كذا، 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 وتبدئي تحكي وتاخدي ثواب وأجر اللي أنتِ بتنشري ليهم العلم ده. الخطوة اللي بعد كده في ثقافتِك وصحتِك النفسية، أنا عايزة منِّك تكتبي 5 نِعَم مرّت عليكِ خلال اليوم أنتِ استشعرتيها حصلت في يومِك. ودي حاجة يا جماعة عايزة أقول لكم قمة في إنِّك تعلّي من صحتِك النفسية. إنِّك تعرفي النِّعَم اللي ربنا أنعم عليكِ بيها، سترِك فيها، أكرمِك فيها، أنعم عليكِ فيها، رضى عنِّك فيها، رزقِك فيها. خدي بالِك من الأمور دي بقى. يعني أنا عايزاكِ تبدئي تفتّحي عين الإبصار عندِك إنِّك تبصري نِعَم ربنا عليكِ، فتاخدي بالِك منها وتلقطيها وتعرفيها، فتمتني لله عز وجل عنها. فالنِّعَم دي بتحسّسِك بالامتنان لله عز وجل، وبالتالي بتعود عليكِ بإنِّك بتشكري الله عز وجل، فيعود عليكِ بعد الشكر ب آآ بالرزق تاني مرّة تانية أكتر وأكتر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحركة دي بتعلّمِك تكوني إنسانة إيجابية وتشوفي الإيجابيات اللي بتحصل في حياتِك، وبتتحوّلي فيها من شخصية سلبية منتقدة لشخصية إيجابية شايفة نِعَم ربنا عليها وحواليها. كمان هتكتبي كمان 5 إنجازات حصلت خلال يومِك. 5 إنجازات أنتِ عملتيها، وعلى فكرة أنتِ ممكن يعني تكتبي أكتر من ال5. يعني أنتِ ممكن في خلال يومِك تقولي أنا صليت الفجر النهارده، ده إنجاز. أنا بدأت أحافظ على أذكار الصباح، بدأت أحافظ على أذكار المساء، طب ما دي إنجازات أهيّة بدأتِ تعدّيها. أنا عملت الأكل النهارده طالع جميل جدًا، ودي إنجازات برضه. أنا عرفت أذاكر النهارده مع ولادي، أنا كنت فاكرة إن رمضان هييجي والدنيا هتبوظ منّي، طب ده إنجاز برضه. اكتبيه، اكتبيه واهتمي إنِّك تكتبي وتقدّري الحاجات دي. في ناس للأسف اتعوّدت على عدم تقدير نفسها، فلمّا تعمل إنجازات كبيرة جدًا للأسف بتحس إنها ما عملتش أي حاجة وعادي بالنسبة لها، ما هو ده العادي. لأ، مش ده العادي.
العادي إن أنتِ أمّا تعملي إنجاز احتفلي بنفسِك بيه، وحسّسي نفسِك على الأقل وافرحي بنفسِك، وافرحي إن ربنا سبحانه وتعالى أعانِك على هذا الأمر وأنجزتيه، ودي برضه من نِعَم ربنا اللي أنعم بيها عليكِ. فديّة جزئية ثقافتِك النفسية والصحية، وده من ضمن الاهتمام بنفسِك. طيب كمان بالنسبة للبيت، مش هننسى البيت ومش هننسى العمايل الفطار والحلويات والحاجات دي كلّها، أنا مخصصة لكم ليها وقت معيّن، اللي ما شافش الفيديو اللي إحنا اتكلمنا فيه على 8 خطوات بتساعدنا لاستعداد شهر رمضان، الفيديو ده هو اللي عامل لي الbasic بتاع الفيديو ده، الفيديو الحالي اللي أنا باكلمكم فيه دلوقتي، لإنه عن طريقه أنا وفّرت لنفسي الوقت اللي أنا هاعرف أعمل فيه العبادات اللي أنا باكلمكم عنها دي دلوقتي، وإلا ما كنتش هاعرف أبقى فايقة كده إن أنا أعرف أبقى أختم جزئين وأقرأ القرآن على راحتي وأعمل التدبُّر وأسمع كورس أتعلّم منّه علم يُنتفع به، إن أنا أتعلّم علم سواء علم شرعي أو حتى علم دنيوي بس هيفيدِك في حياتِك بشكل كويس، مش هيجرى حاجة لو أخدنا ساعة في اليوم نتعلّم علم يُنتفع به. كمان إن أنا أعمل إنجازاتي وأكتب إنجازاتي، إن أنا يبقى دماغي فاضية ورايقة كده، إن أنا أعرف أقعد وأتخيّل وأشوف إيه اللي حصل في يومي كده وأجيبه كده بالراحة قدّامي كإنه شريط تتر مَر قدّام عيني كده، فأعرف عن طريقه فعلًا حصل لي كذا وكذا وكذا النهارده، ربنا أنعم عليَّ بكذا وكذا وكذا، وأكتب. أنا هاجيب منين البال الرايق ده إلا لو أنا فعلًا كنت عاملة الخطوات بتاعة الفيديو اللي فات. يا ريت اللي ما كانش سمعه يرجع يسمعه لإنه هيفيده فعلًا. طيب إيه كمان؟ كمان بالنسبة أنا عايزة أعمل عمل خير كل يوم، أنا عايزة أقرأ كل يوم ولو 10 دقايق، أنا عايزة ألعب رياضة كل يوم ولو 10 دقايق، أنا عايزة أنمّي نفسي وجسمي من كذا ناحية، كل ده أنا عاملاه عن طريق خطة ورشة عمل لشهر رمضان، هتساعدِك كتير جدًا، هتلاقي روح الجماعة يعني بتعُم هذه الورشة، وبتساعدِك إن أنتِ تُقفي على رجلِك، وتبدئي بالفعل إنِّك تنظّمي يومِك. طيب بالنسبة الخطة بقى نفسها، الناس اللي عايزين يعرفوا طب فعلًا يومنا يمشي إزاي، ونخطط ليه إزاي، أصحى إمتى وأنام إمتى وأعمل إيه، أجتهد بالليل في وقت يعني في ناس بتجتهد بالليل، وفي ناس بتحب لأ تقول لِك أنا عايزة أنام وأصحى مثلًا يعني هُم مثلًا مدرستين، يعني هنقول كده، مدرسة بتحب تصحى طول الليل تعمل كل إنجازاتها وتعمل كل واجباتها ومذاكرتها وأنا باتكلم بقى للطلبة بقى دلوقتي، وحتى ربات البيوت والكلام ده أو العاملات، أنا عايزة أطبخ بالليل، أنا عايزة أوضّب الشقة بالليل، الطالبة تقول لِك أنا عايزة أذاكر بالليل، وفي ناس التانية العكس، يقول لك لأ بالليل ده بقى أنا عايزة أقضيه للعبادات، وأخلّي الشغل والحاجات التانية دي بالنهار، بنهار رمضان. فطبعًا هو كل فئة وحسب راحتها وحسب رغبتها. لكن لو هنتكلم على مثلًا الجدول دلوقتي، إن أنا باقول إن إحنا مثلًا هننام بدري شوية، الساعة يعني مثلًا ما يقرب من 10 أو 11 بالكتير مثلًا، ونصحى ناخد لنا ساعتين ونصحى. بعد الساعتين دول هنصحى علشان نصلي ركعتين بنية التهجد أو قيام الليل يعني، وبعد كده اللي وراها مذاكرة تذاكرها، اللي عايزة علم ينتفع به تعمله ما فيش مشكلة، اللي عايزة تقعد وتقرأ قرآن وِرد جزء ليها في الوقت ده ما فيش مشكلة، الوقت ده يا جماعة يعني جزء القرآن ما بياخدش أكتر من نُص ساعة. فأنتِ في كل الأحوال تمام جدًا. هنتنينا ممكن مستمرين بقى لغاية صلاة الفجر والشروق، ونصلي الفجر ونقعد لغاية جلسة الشروق، وهنتم جلسة الشروق إن شاء الله على خير، وبعدها نصلي الضحى، وبعدين نرجع ننام لنا شوية ساعتين كده، وبعدين نقوم، اللي هتروح شغلها هتروح، اللي هتروح جامعتها أو مدرستها هتروح، اللي اللي هتروح اللي هتنام شوية مثلًا ما فيش مشكلة، المهم إن إحنا بعد ما قُمنا من نومنا كل واحد فينا هيبدأ يقوم يسعى على الجزء الخاص بيه. طيب ربة البيت بقى ربة المنزل وراها مثلًا كورس معيّن عايزة تستفيد بيه، صورة معيّنة عايزة تتدبّر فيها، عايزة تعمل أي علم ينتفع به لحياتها، تبدأ تعمله عادي خالص في الوقت ده، وقت مناسب جدًا. لغاية ما ييجي وقت صلاة الضهر وتصلّي ضهر وتصلّي السُنن بتاعته، وما تنسوش طبعًا ختام الصلاة يا جماعة، لإنها من الحاجات اللي عليها أحاديث جميلة بتتكلّم يعني في حديث بيحكي عن إن الإنسان يُغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر لو حافظ على ختام الصلاة، وفي أحاديث تانية إنِّك لا يمسّه النار، لا يمس جسده النار.
وفي حديث تاني إنه يدخل الجنة، يعني الحائل اللي بينه وبين الجنة إن هو لسه ما زال بس قائم على قيد الحياة، إن هو لسه عايش. يعني ثواب ختم الصلاة ثواب جميل وعظيم، فعايزين نركّز عليه هو كمان. ممكن بعد ما صليتِ ضهرِك قومي بقى بُصّي على الشقة، خدي لِك ساعة، ساعة ونُص كده بُصّي فيها على الشقة واعملي حاجات الفطار، ومش هننسى جزئية التفريزات اللي إحنا استفدنا بيها في الفيديو اللي فات، وإن إحنا مفرّزين حاجات محترمة جدًا إن إحنا هننزّلها تفُك، ونعمل حاجات جنبها بسيطة زي رُز، زي نسلُق مثلًا حاجة في اللحوم، نعمل عصير، الموضوع ده مش هياخد أكتر من نُص ساعة في المطبخ. وبعد كده نطلع نشيّك على الشقة، هي كمان هتاخد نُص ساعة، يبقى أنا كده خلّصت الشقة في ما يقرب من نُص ساعة. أنا ممكن أدّي نُص ساعة كمان موضوع الغسيل والتطبيق والحوار بتاع الغسيل ده، يا ستي نُص ساعة كمان يبقى كده أنتِ عملتِ ساعة ونُص للبيت، لكن بقية يومِك معاكِ، طاقتِك معاكِ، أنتِ ما تعبتيش، ما وقفتيش، وما أرهقتكيش. وكمان ليه أنا اخترت لِك الوقت ده اللي هو من بعد الضهر، عشان أنا مش عايزاكِ يعني تتنّيكِ مشغولة في المطبخ لغاية المغرب، لأ أنا عايزاكِ تطلعي من المطبخ قبل المغرب قاعدين بقى بيدعوا، قاعدين مستفيدين بالوقت المبارك ده وقاعدين مرتاحين، لكن للأسف النساء بيبقوا مكلوبات أوي في الوقت ده في المطبخ، لأ جهّزي واعملي على قد ما تقدري الأكل بتاعِك من بدري وسيبيه عادي شوية كده، وبعد كده فضّي نفسِك إنِّك أنتِ من العصر أنتِ قاعدة فاضية. من العصر أنتِ قاعدة عايزة تقرأي الجزء التاني في القرآن زي ما أنا وعدتكم إن إحنا هنقرأ جزئين قرآن، فالجزء التاني بعد صلاة العصر هيبقى ممتاز جدًا مع أذكار المساء، يبقى أنتِ شُفتِ أنتِ بتعملي عباداتِك بتسلسل وبهدوء وبمرونة، وبتجيبي بدل الجزء جزئين، وممكن تجيبي 3 كمان لو عايزة، وتجيبي 4 لو عاوزة، وهكذا. إحنا اتفقنا إن جزء القرآن معدّي ال3.5 مليون حسنة يا جماعة في رمضان، معدّي ال3.000.000 حسنة. ف فتخيّلوا بقى الله يضاعف لمن يشاء كمان، فتخيّلوا بقى كمان أنتِ تقدري تعملي إيه وإيه وإيه، أصل البيت اللي كان شاغلِك وعامل الوَش والدوشة دي كلّها، إحنا نضّفناه تنضيف عميق، وعملنا التفريزات، فاللي باقي حاجات بسيطة، فأنا شايفة إن إحنا إن شاء الله هنطلع من شهر رمضان نتعلّم ونتعوّد على عادات جديدة وعبادات جديدة هنتعاون بسبب إن شاء الله إن إحنا تعاوننا وتعاوننا مع بعض وقدرنا ناخد بإيد بعض فيها، وبسبب التعوُّد إن هو 30 يوم قاعدين بنعمل نفس الحاجات، نفس الحاجات، نفس العبادات وبنشجّع بعض وبنقول بنقول أحاديث تدعم مشاعرنا كده وتصحصحها، فما يسقطش مننا حد، ما يُقعش مننا حد، بناخد بإيدين بعض طول خلال هذا الشهر المبارك. في خلال الورشة هيكون في كمان اللي هيكمّل معانا الورشة لنهاية شهر رمضان، طبعًا هيكون في هدايا يعني للمشتركات، هيكون فيها شهادات تقدير لمين أفضل واحدة ومين أكبر واحدة جابت رقم كبير فيها وقفّلت الرقم بتاعها، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يمكن ده شعار الورشة بتاعة رمضان السنة دي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يالّا ورونا الهمة وتعالوا يالّا انضموا لينا على جروب التليجرام، هاسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو، ودمتم بخير وسعادة يا رب، وكل عام وحضراتكم بخير، وأتمنى لكم يا رب رمضان مليان بركات وطاعات وسعادة ليكم ولبيوتكم، ومش عايزين ننسى أبدًا دعائنا لإخواتنا المستضعفين وأولادهم والشهداء، ربنا يا رب يتولاهم يا رب ويجعل النصر يا رب حليفًا لهم. ويجعل هذا يعني هذا الشهر المبارك يا رب شهر فرج ونصرة ليهم يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. شكرًا ليكم وإلى اللقاء، مع السلامة.